انا دلوقتي كمعلن محتاج اعمل اعلان ليه؟ انا محتاج اعمل اعلان علشان يظهر للناس اللي انا عايزهم متارجتهم علشان ابيع المنتج بتاعي. مظبوط ولا مش مظبوط؟ حلو. طب انا دلوقتي ايه الناس اللي انا بتارجتهم؟ تعال نتكلم دلوقتي مع بعضينا على اعلان اتصالات والنادي الاهلي. انا دلوقتي ببيع ايه وعايز اظهر ايه؟ انا ببيع خطوط، سيرفيس بتاعت خطوط اتصالات ومكالمات وكول تونز وي 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 وي، صح كده ولا في حاجه تانية؟ هو صح كده. هل انا من العقل ان انا اكون متارجت علشان هو انا بقيت الراعي بتاع النادي الاهلي ان انا اكون متارجت بتاعي ان انا اليمينيت واشيل خالص الزملكاويه؟ هل ده عقل؟ هل ده منطق؟ هل انا الاهلاويه جامدين قوي 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 كده هوت لدرجه ان انا مثلا شايف على حساباتي ان الاهلاويه مثلا 100 مليون وفي 20 زملكاويه؟ لا، مش منطقيه ومش موجوده. بالراحه كده ونفصص الدنيا، عشان موضوع المعلنين ده بالنسبه لي مع الكوره بالذات في مصر صعب شويه، ومع الزملكاويه اصعب بشويتين 3 4. هل انا شركه اتصالات مش هبقى في لحظه ما ممكن ان انا ابقى تارجت ان انا ابقى الراعي الرسمي بتاع نادي الزمالك؟ ممكن، لما هلاقي ان مثلا اورنج بقت الراعي الرسمي بتاعه النادي الاهلي، وي بقت الراعي الرسمي بتاعه النادي الاهلي. اي شركه اتصالات هتبقى الراعي الرسمي بتاع الكومبيتيتور بتاعي هيبقى هو الراعي الرسمي بتاع فريق، انا هروح الفريق التاني. ما هو مش هبقى انا مثلا هو في الوش وانا في الظهر، ما مش هتحصل، مش موجوده. تمام؟ يبقى انا بالعقل هعادي جمهور نادي الزمالك ليه؟ اديني عقلك. طيب دي حاجه. الحاجه التانية، ليه دايما بتضقلوا منكم؟ انا بتكلم دلوقتي واحد يا سيدي ولا اهلاوي ولا زملكاوي، ليه دايما شكوتي ان انا بقول للناس انا قليل قوي؟ يا جماعه انتوا جامدين، يا جماعه انتوا عدد. الزمالك والزملكاويه عدد، وعدد مش قليل في البلد، وعدد ما يستهانش بيه تماما ان انا اقول لشركه اتصالات وكل فكري لشركه الاتصالات ديت ان انا صغير جدا. لا، انا مش صغير. الزملكاويه مش صغيرين، الزملكاويه مش قليلين. لما انا اقول انت بتعاديني وبتقول عليا ان انا مجنون، يبقى انا متخيل ان المعلن دوت مش عايزني انا اشتري خطوطه. طب هو هل ده التارجت بتاعه؟ غير لو انا بقى بقول له ان هو معلش انا صغنطوطين، احنا عدد قليل قوي قوي قوي، مش مهم، اعمل اللي انت عايزه فينا. ما هو ده مش طبيعي، مش منطقي ومش موجود. فيبقى كمعلن انا بالنسبه لي مش عايز اعديك. ليه؟ علشان كذا سبب. اول سبب ان هو انت بالنسبه لي حاجه مهمه، لان انت حتى لو جمهورك اقل من جمهور النادي الاهلي بحبه، تمام، فانت موجود وموجود بكثره. هتارجتك في وقت من الاوقات ان انا ابقى راعي بتاعك، لان انا مش هفضل طول العمر الراعي بتاع النادي الاهلي. دي حاجه. تاني حاجه، انا ما ببيعش سلعه كوره. انا كمعلن ما ببيعش سلعه كوره، يبقى انا ما بتارجتش الاهلي وما ببيعش سلعه كوره اهلاويه. لا، انا ببيع منتج كولينج، اتصال، يعني ان انت بتكلمني بتشتري كريدت، ده ملوش اي علاقه باهلي وزمالك. يبقى مبدئيا انا مش هعديك خالص، ولا دوت اللي انا عايز اعمله من الاعلان خالص. انا كل اللي انا عايز اعمله من الاعلان، انا بقيت الراعي بتاع الاهلي، او انا الراعي بتاع النادي الاهلي، انا الراعي بتاع النادي اكس. تمام؟ النادي دوت انا عايز اقول ان النادي دوت التيشيرت بتاعه يظهر دايما. انا عايز التيشيرت بتاعه يبقى موجود دايما، ومش التيشيرت بس. انا معلن فين؟ انا هنا. يبقى انا عايز ابين الحته دي منطقيا. انا عايز ابين مكان اللوجو بتاعي على تيشيرت النادي الاهلي. انا لو التيشيرت بتاع النادي الاهلي انا موجود عنده هنا اهوت، انا هقعد ابين الحته دي. هفضل اعمل كده. مش هقعد اجيب تيشيرت بيتفتح مش هقعد اجيب بدله وبتتفتح كده اهوت، ولا قميص وبيتفتح كده اهوت عشان ابين المكان بتاع اللوجو بتاعي. دي كان الكونسبت اللي موجود، او دي الفكره اللي كانت موجوده عند الناس الكرييتيف اللي بيعملوا، او هويفر، او مين هم، مش فارق لي مين اسمهم ايه، بس دول هم اللي عملوا الفكره اللي هو بتاعت ان عشان انا اللوجو بتاعي هنا هو على صدر التيشيرت، او على الحته دي بتاعت التيشيرت. فانا ببقى بعمل ايه؟ انا ببين اللوجو. تمام؟ يبقى انا دلوقتي ما عنديش مشاكل معاك، لان انا عايزك كمعلن، انا عايزك، انا مش عايز اخسرك، لانك عدد كبير مش عدد قليل. حتى لو كانت نسبتك اقل من الاهلاويه فانت عدد كبير. ما تقعدوش دايما بتتكلموا بنظريه ان احنا، او توجهوا النظر غصب عنكم ان انتوا عددكم قليل قوي. يا جماعه لا، مفيش حاجه اسمها شركه اتصالات وهو الاعداد مثلا مش رهيبه، ان احنا عندنا 50 60 شركه فهو خلاص بقى يا عم هو متارجت الاهلاويه وهو عايز الاهلاويه خلاص، ان هو معلوش شير ومالوش حصه في الحته الثانيه. لا، هو عايزك عايز الاهلاويه وعايز الزملكاويه، عايز الاسماعيلاويه وعايز المصريين. ده التارجت الاساسي اصلا بتاعه، مش فكره الاهلي. لكن كمعلن، انا ليه ببقى معلن للنادي الاهلي وببقى حاطط اللوجو بتاعي نوت؟ لان وبدفع كتير على نادي الزمالك علشان اللوجو دوت هيتشاف على عدد اكبر. الاعلان بتاعي اللي هو محطوط هنا
محطوط هنا، محطوط هنا، محطوط في اي حته، لا مؤاخذه. هو في الاخر بيتشاف بعدد اكبر. مين اللي هيخليني ان انا اشوف الناس تشوف الاعلان بتاعي بعدد اكبر؟ النادي الاهلي. وهيبقى بيراميدز لو كسب بطوله افريقيا، بيراميدز هيجي له معلنين اقوياء جدا واسعارهم حلوه جدا، وملهاش علاقه بس ان البلد عايزه، واصل مش عارف شركه الاهرام ومش شركه الاهرام، هي بزنس في الاخر. انا مش عايز اخسر جمهور بيراميدز لان هو مصري، انا مش عايز اخسر جمهور الزمالك، مش عايز اخسر جمهور الاهلي. طب اجيب لك حاجه تافهه كدهوت في الاعلان اتفه لك الموضوع، يعني زي ما معظم الناس بدات تعمل. ومش بقول ما هناوت ان انت شخص تافه، بس يا جماعه احنا بقينا بنفكر تحت رجلينا جدا. يا باشا انا ممكن اقول لك دلوقتي هات اول الاعلان، انا نسر الاهلي دوت علامه، ده حاجه جوه الاهلي، نسر الاهلي بيتشال بالدهان ابيض. انا ممكن اقول لك ايه اوبا، انت بتعاديني انا اصلا شخصيا، انت بتشيل نسر النادي الاهلي بدهان ابيض، ليه بقى مش اخضر؟ ليه مش احمر؟ ما هي بقت ماشيه كده. يا جماعه كبروا دماغكم شويه. حقك تزعل لو فعلا في حاجه حق ضخم فعلا حاصل في الاعلان. قعدتوا تتكلموا على المشهد بتاع احمد كمال، واحمد كمال اتنفخ فيها بدون اي سبب. او مبدئيا العربيه الاسعاف اللي كانت واقفه اللي اتعمل عليها الهوجه دي كلها ب3 خطوط حمر مش ب2. نادي الزمالك اللي انا اعرفه عنه ان هو بخطين حمر. تاني حاجه، هي الكونسبت بتاع عربيه الاسعاف ايه؟ تعالى نقعد نحللها كده بالراحه، ونقعد نتكلم راجل لراجل كده بعقل شويه. عربيه الاسعاف دي اللي بتنقذنا، اللي هتوديني المستشفى تنقذني، تمام؟ او هتوديني المستشفى في العموم كعربيه اسعاف، ماليش دعوه اللي داخلها ده مين، عشان نقسم بس القصه دي. عشان انت قلت عربيه الاسعاف ومخطين احمر يبقى انت بتقول الزمالك، يبقى احنا مجانين، احنا جمهور ما اعرفش ايه. ايه يا جماعه، يا جدعان مالكم في ايه؟ بالراحه بس. مبدئيا كان 3 خطوط مش خطين، ده اول حاجه غريبه حصلت في دماغ الناس كلها. تاني حاجه، ان هي عربيه الاسعاف الكونسبت بتاعها دي بتنقذنا، فول ستوب، وقف عند هنا. مش بتموتنا، مش بتعمل لنا حاجه وحشه، مش بتودينا بمستشفى المجانين. ولو انا بالكونسبت العام مش فيا مشكله وفيا حاجه وهتوديني المستشفى دي، فهي هتوديني اتعالج من ايه؟ دي نتكلم فيها. نيجي نتكلم عن الراجل اللي اتنفخ، احمد كمال. يا جماعه احمد كمال ما هو الا ممثل ادى دور جوه اعلان، اعتبروه جوه دور في فيلم. يعني انت مثلا لو دلوقتي واحد في فيلم ضرب واحد تاني في بحاجه، طلع ان هو مجنون، انا هقعد اناقشه واقول له انت يا اكس يا فلان انت مجنون؟ لا، هو بيمثل دور. ابعاد الدور ده ايه؟ ولا حتى لو جه اي شخص مننا جاله اعلان في العموم، واحنا كلنا ما حدش فينا بيجي اعلانات يعني، بس يعني لو جالك اعلان انت بتعمل ايه باشا؟ الاعلان ده ايه؟ بيتكلم عن ايه؟ النادي اللي بشجعه؟ طب حلو، فرصه لطيفه، فلوس كويسه، طب ماشي حاضر، انا هعمل ايه المطلوب مني باشا؟ انت هتعمل نفسك ان انت واحد مجنون بالاهلي، فانت هتعمل دور واحد مجنون. حاضر، ايه المطلوب مني يا باشا؟ هتتحرك من هنا لهنا، هتعمل كده، هتعمل كده، هتعمل نفسك مربوط ببتاع. بس هل مطلوب منه ان هو يبقى فاهم ان في عربيه اسعاف واقفه وراه ب3 خطوط حمر؟ فالناس هتتخيل ان هم خطين حمر مش 3 خطوط حمر، ولو حتى 3 حمر يبقى انت بتقول عليا ان انا مجنون وجمهور مجنون وملبسني بدله بيضه، اللي هي بتطلع في كل الافلام وكل الحاجات. المجنون بيتعمل ببدله بيضه منطقيه عادي جدا، ما فيهاش اي عيب لاي حاجه في العموم في الحياه. بس احنا خدناها ان هو انت ابيض، انت حطيت المجنون لابس بدله بيضه. لا، هي العادي بتاعها ان هي بتبقى بدله بيضه في اي فيلم في اي حاجه، معظمها، علشان ما تقعدش تقول لي اصل ساعات كانت ظهرت في حته ما مش عارف ايه. بس هو الكونسبت العام اللي احنا نرجع له بقى اصلا في الاول، المبدا العام اللي نرجع له في الاول، انا كشركه اتصالات مش محتاج اعديك ولا اعديك ولا اشتمك ولا اقول لك كلمه مش حلوه ولا اجرحك باي طريقه ما، تمام؟ علشان انا عايز اكسب ودك زي ما انا ما عايز اكسب ود الاهلاوي. ليه؟ علشان في الاخر انا ما ببيعش منتج اهلاوي، انا ببيع حاجه للناس، للمصريين. وانا ما بنافسكش كزملكاوي، انا بنافس اورنج، بنافس فودافون، بنافس وي، لكن ما بنافسكش انت كشخصك ولا كجمهور. فرقوا ان انتوا كبار جدا، فرقوا ان انتوا عدد رهيب، ليه كلمه مسموعه، ليه احترام، ليه وجود للشركه ديت هي عايزاك في الاخر لانك هتكسبها. يعني انا عندي سؤال، تعالى نتخيل الاعلام بنفس الطريقه اللي معظم الزملكاويه خدوها بيها. هل في اهلاوي قال لك ايه ده الله قالوا على الزملكاويه مجانين يلا بينا انا هقلب من فودافون لاتصالات؟ لا، ان هي ملهاش معنى ومش هتحصل. فيا جماعه اعرفوا حجمكم الحقيقي.
انتوا مش صغيرين، انتوا مش قليلين. الراجل المحترم احمد كمال، ما بين قوسين انا مش بحكها معاه، انا ماليش علاقه شخصيه بيه، بس حرام يعني الراجل ما عملش غير ان هو كانه ممثل بيأدي دور معين. شيلوا بقى اي حاجه، يعني هي لو واحده عملت لا مؤاخذه دور رقاصه، هي كشخصها هي رقاصه؟ لا. هل هي ضرتك في حاجه لو حد عمل دور حاجه مضره فعلا؟ هل الشخص ده مضر؟ لا. ده الدور اللي اتطلب منه. ابعاده ايه؟ الديكور شكله ايه؟ هيلبس ايه بالظبط؟ لون ايه؟ الايحاء اللي ممكن يعمله لما الحاجتين دول يتضافوا على بعض، انا ممكن كمشاهد افكر فيها ازاي؟ مش بتاعته، مش بتاعه احمد كمال، مش بتاعه الطفل اللي قعد يعمل التيشيرت بتاعه كده اهوت، مش بتاعته. احنا في الاخر اللي بنكبر المواضيع وبنصغر المواضيع، وزي ما قلتها لك في نص الحلقه او في اول الحلقه، انا كنت ممكن اجي لك كاهلاوي اقول لك ده بيشيل النسر الابيض، ده بيشيل النسر اللي هو علامه النادي الاهلي وحاجه مهمه جدا في شعار النادي الاهلي بلون ابيض، بيشيل النسر باللون الابيض. طب ما مش دي كانت في الاعلان؟ هل اخدها انا بالطريقه دي؟ هل في اي حد اهلاوي هياخدها بالطريقه دي؟ عشان احنا بقينا مسخنين الدنيا جدا، وكلنا عمالين بنفكر انا ازاي بضر الزملكاويه، ازاي الاهلي بيضر الزمالك، ازاي المعلنين بيضروا الزمالك، ازاي الحكام بيضروا الزمالك. يا جماعه محدش عايز يضر حد، محدش عايز يضر الزملكاويه، لكن انتوا من غير ما بتقصدوا بتضروا نفسكم، انتوا من غير ما بتقصدوا بتحسسوا المعلن دوت ان هو يعني انت بتحاول تقول للمعلن انا عددي قليل، انت مش مهتم بيا، وده مش صح. انت عدد ضخم، انت عدد كبير يحترم، وحتى لو عدد قليل تحترم. الله يخليكم يا جدعان، كفايه الوضع اللي احنا وصلنا له دوت، الوضع المزري اللي احنا واصلين له دوت، اللي هو ان احنا بقينا بنفكر ده لابس لبس مجنون مش عارف ايه، ودوت ب3 خطوط حمر لا ب2، والعربيه ديت بتاعت اسعاف بتاعت عربيه مجانين، ده بيشيل النسر بالعلامه الابيض بالدهان الابيض. يا جماعه يا جماعه احنا مش ده. وفي الاخر هرجع اقول لكم الحاجه اللي انا دايما بقولها لاصحابي الاهلاويه قبل الزملكاويه، هو المنتج اللي عندنا ايه؟ معلش يعني سيبنا من ابعادها، لان هنقعد ندخل بقى في تاريخيا واصل مش عارف ايه وما عندناش دعم مادي، وما عندناش ما اعرفش ايه. الاهلي بالدعم المادي اللي عنده بيلعب وحش، بيلعب كوره منتج وحش مش حلو. هتيجي تقول لي اصل الحكومه قالت زمان، اصل الشعب لازم مش عارف يبات مبسوط. انت بتقلل من نفسك، لان انت جزء كبير من الشعب ده. انت تقريبا ممكن تبقى ما بين 40 ل 45% من الشعب ده عادي، ما عنديش الرقم المظبوط بتاعها، بس انت مش 1% ولا 2%، انت على الاقل 40%. فيبقى ما فيش حاجه اسمها ان الشعب لما الاهلي هيكسب هيبات مبسوط. ليه؟ لان هو في جزء كبير ضخم من الشعب هيبقى زعلان، صح ولا ايه؟ فلو سمحتوا اعرفوا قيمه النادي العظيم اللي اسمه نادي الزمالك، اعرفوا قيمه الجمهور العظيم اللي هو اسمه جمهور نادي الزمالك، اللي هو عدد مش صغير. ولو هو عدد صغير ليه احترامه، ولو انا بقدم منتج معين انا لازم احترمك ولازم اقدرك ولازم احطك في حسبتي، لانك انت من الناس اللي هبيع لهم المنتج ده. يا رب بس تكونوا جمعتوا الفكره اللي انا بحاول اتكلم فيها، وفكره المعلنين، لان المعلنين ديت موضوع كبير وضخم جدا، والمعلن دايما بيبقى عايز يكسب الناس كلها، هو مش عايز يكسب طرف واحد بس، لانه في الاخر ما بيبيعش منتج باسم الحاجه اللي هو بيعلن لها، ما بيبيعش منتج اسمه منتج خط الاهلي. ما حدش هيخش له بالبطاقه كده اهوت علشان يشتري خط اتصالات يقول له انت اهلاوي ولا زملكاوي، زملكاوي لا مش هديلك خالص. فارجوكم كفايه الوضع المزري اللي احنا فيه ده، وارجوكم ارحموا الناس اللي كانت موجوده مثلا في الاعلان ده. الناس ديت ما عملتش اي حاجه غير ان هم ممثلين ادوا ادوارهم، وبعد كده المنتج والمخرج والكرييتيف دايركتور والمش عارف ايه والكونتنت ده اي سموهم اللي سموهم، هم اللي عارفين السيكونس ماشي ازاي والدنيا ماشيه رايحه فين. ولو هو عايز يقول لك ان انت مجنون وان انت هتروح على مستشفى المجانين عشان انت زملكاوي، هيشيل الخط الثالث. طيب يعني يحط لك ليه بتاع اسعاف ب3 خطوط موجوده في الشارع بنشوفها كلنا عادي جدا، مش محتاج يعمل دوت يعني. في الاخر بقول لكم نهدى شويه. يلا سلام.